نفسِك تعملي تورتة ومستصعبة الموضوع وحاسة نفسِك إن أنتِ مش هتقدري تعمليها؟ بعد الفيديو ده بجد مش هتشتري تورتة من برّه تاني. النهارده هنعمل تورتة بمناسبة عيد الأم، سهلة، بسيطة، سريعة، التزيين كده سهل وبسيط وأي حد يقدر يعمله بجد، مش هنستخدم فيه أي أدوات كتيرة، لأ بكل بساطة هابسّط لكم كل حاجة. الكيكة اللي أنتم شايفينها ديّة ب2 بيضة بس، الارتفاع اللي أنتم شايفينه ده كله ب2 بيضة، كيكة سهلة سريعة جدًا تقدري تنفّذيها بكل سهولة، كمان التزيين بسيط وسهل وجميل وsimple كده، وتقدري إن أنتِ تنفّذيها لأي مناسبة عندِك، بجد هتعجب كل اللي هيشوفها، وطبعًا موفّرة جدًا، جدًا عن اللي بنشتريها من برّه. فاتفرّجي على الفيديو للآخر لو عجبِك، ما تنسيناش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويالّا نبدأ في المقادير. أول حاجة مبدئيًا كده نحضّر الكيكة بتاعتنا علشان نسيبها تبرد، كوبايتين من الدقيق، نُص كوباية من الكاكاو الخام، رشة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر تكون مليانة كده، ومعلقة صغيرة مليانة برضو من البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو. احطهم كده كل المكونات الجافة كده مع بعض، يفضل طبعا ان انت تنخليها لو ما كنتيش نخلة المكونات قبليها، يعني كل حاجة لوحديها انخليهم مع بعض، وبقلبهم كويس جدا 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 بحيث ان انا اوزع بيكنج باودر في كل الاجزاء دي، اركنهم على جنب. اجيب بقى في الخلاط كوباية من السكر، كوباية من الحليب، نص كوباية من الزيت، كله بدرجة حرارة الغرفة، 2 بيضة، وشوية من الفانيليا أو 3 أكياس كده من الفانيليا البودر أو معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، احطهم كلهم في الخلاط مع معلقة كبيرة من الخل، واضربهم كويس جدا 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 في الخلاط لحد لما السكر يدوب. هنزل عليهم بيهم على المكونات الجافة اللي حضرناها في بداية الفيديو، واقلبهم كويس جدا مع بعض كده بالشكل دوت. هلاحظ ان الخليط بدأ يتقل معايا او تقيل معايا، لسه هجيب نص كوباية من المية المغلية اكون محضراها كده على جنب، نص كوباية من المية المغلية. شايفين كده قوام الكيكة؟ مش ده اللي احنا متعودين عليه. قوامها طبعا زي ما شايفين انه تقيل جدا، لا لسه هجيب نص كوباية من المية المغلية، وهبدأ ان انا اضيفها بالتدريج زي ما انتم شايفين كده، واقلب لحد لما يبقى الخليط معايا، هتشوفوا القوام اللي احنا محتاجينه في الاخر. اتبعوا المقادير دي هتاخدوا احلى كيك فودج ممكن تجربوه في حياتكم، حلو جدا وطعمه حلو وبيطلع جميل جدا في التورت، وبيطلع لنا هتشوفوا ارتفاعها في الاخر عامل ازاي، بجد تحفة جدا. زودت كده المية بالتدريج كده واحدة واحدة لحد كده لما خلصت كل الكمية، وده القوام اللي انتوا شايفينه. انا هنا استعملت الحلة اللي هي الصواني العالية، الحلة بتاعة الاسبونج، او تقدر تستخدمي صينية عادية جدا، او كذا صينية يعني لو عايزة ارتفاعها عالي. وحطيتها، انا استخدمت مقاس 20، بطنتها بالدقيق والزيت كويس جدا وفضيت فيها الخليط، وطبعا الفرن شغال من قبليها على درجة حرارة 180. خدت مني من 45 ل50 دقيقة علشان هي ارتفاعها عالي فبتاخد وقت أطول، فما تستعجليش عليها وتطفي الفرن. أهم حاجة إن انت تتأكدي إن هي استوت بخلة، وبعد كده لو طلعت نضيفة معاكي خلاص استوت كده تمام، لو طلعت فيها عجين يبقى لسه سيبيها شوية. زي ما قلت لكم خدت من 45 ل50 دقيقة علشان ارتفاعها عالي، وحطها في صينية كبيرة. بدأت كده أطلّعها طبعًا واستوت معايا وبقت زي الفل واختبرتها، سِبتها تبات ليلة، يعني أهم حاجة إن هي تبرد، سواء سِبتيها ليلة، 3، 4 ساعات، أهم حاجة هي تبرد كويس جدًا قبل التزيين، قبل التقطيع، تبرد تمامًا علشان ما تتقطعش مننا. بدأت بقى كده خلاص، ده تاني يوم شِلتها كده من الصينية، وبدأت إن أنا أقطّعها للطبقات، شايفين ارتفاعها ما شاء الله، تتحدث على نفسها، 2 بيضة بس طلعت لنا تورتة مقاس 20 بجد تحفة. هابدأ كده إن أنا كده أقسّمها طبقات، شِلت القُبّة كده اللي كانت من فوق، تقدري تاكليها، تحطيها في كبّات، تعمليها طواجن، يعني تستخدميها في أي حاجة أو cake pops، بتبقى حلوة جدًا، ما بتترميش، أي حاجة منها ما بتترميش. هابدأ بقى كده قسّمتها هنا على 3 طبقات محترمين، يعني سُمك الطبقة مرتفع وحلو، تقدري كمان تقسّميها على 4 بالشكل ده. شايفين بقى مسامات الكيكة من جوّه عاملة إزاي، بجد fudge جدًا وهشة وناعمة كده وطرية حلوة جدًا، جدًا، حتى كمان مش محتاجة إن أنا أسقيها. شايفين شكلها، شايفين لونها، استخدموا نوع كاكاو بتفرق جدًا في طعم التورتة. قطّعتهم بقى كده طبقات، أركنهم بقى على جنب، ونبدأ نحضّر فيه الكريمة اللي هنحشي بيها ونجلّس بيها.
حطيت هنا معلقتين كبار من السكر، حطيت عليها كوباية كبيرة من المَيّة المتلجة، مَيّة تكون متلجة كويس جدًا علشان الكريمة تيجي معايا بسرعة، وحطيت هنا في الأول كوباية من الكريم شانتيه. أنا عشان حسيتها هتبقى الكمية قليلة معايا زودت نُص كوباية تاني من الكريم شانتيه، يعني التوتال كله كوباية ونُص من كريم شانتيه، هتحط عليهم 3 كوبايات من المَيّة الساقعة المتلجة. تقدري تستخدمي لبن، بس أنا بافضّل المَيّة يعني علشان تطوّل معايا عمر الكريمة، وبتبقى أحلى، هي مش محتاجة لبن. زي ما اتفقنا كده، وهاكتب لكم برضه كل المقادير اللي استخدمتها في صندوق الوصف. هابدأ بقى كده إن إحنا نزين التورتة كده بالشكل دوّة. جبت كده أول طبقة من الكيكة، وزي ما قُلت لكم حابين تشربوا الكيكة بشربات أو حليب بشوية من الشوكولاتة، أو يعني أي صوص كده عايزين تزينوه بيها من جوّه تحشوه بيها زي ما أنتم حابين. أنا حطيت هنا شوية من الجناش، وزّعتهم كده على التورتة بحيث إن أنا أسقّيها كده وتطرى معايا شوية، هي طرية جدًا مش محتاجة، ولكن علشان تبقى الطعم غني أكتر، تبقى مُعزّزة كده بالشوكولاتة. المهم كده حطيت عليها كده صوص الشوكولاتة زي ما قُلت لكم، أو أي شربات خفيف ممكن تسقوا بيها، بس هي مش محتاجة، هي طرية. أنا حطيته يا دوبك للتعزيز، وفردت عليها الكريمة زي ما شفتوها كده. وبعد كده حطيت بقى الطبقة التانية، وأهوّة حطيت برضه شوية من صوص الشوكولاتة كتعزيز منها. هي الكيكة هشة وطرية وناعمة جدًا، مش محتاجة أي تسقية إن هي تطريها، هي هشة لوحديها وحلوة جدًا. سقيتها كده بشوية من الشوكولاتة، وهابدأ كده أحط عليها كده طبقة كويسة كده من الكريمة وأفردها كويس، بحيث إن كله يبقى سطح واحد وملساء بالشكل ده. بعد كده هابدأ أنزل بآخر طبقة، زي ما قُلت لكم أنا قطّعتها على 3 طبقات. تقدري إن أنتِ الحجم دوّة تقطّعيه على 4، كان عادي يطلّع معايا، بس أنا حبيتها 3 طبقات يكونوا مرتفعين بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. بعد كده بقى أبدأ كده إن أنا أملّسها كده بالكريمة الزيادة اللي طالعة، بحيث إن أنا ألِم كل الفتافيت بتاعة الكيكة، والطبقة التانية تبقى طالعة نضيفة. أنا هنا دخّلتها التلاجة لمدة يعني أقل حاجة ساعة، إن هي تجمد شوية وتشد معايا، بحيث لمّا أغلّفها بالطبقة التانية من الكريمة ما الاقيش الفتافيت بتاعة الكيكة بتطلع معايا، وفي نفس الوقت متماسكة وتساعدني في شغل التجليس الخارجي من برّه بتاع التورتة. باخد كده من الكريمة اللي إحنا كنا محضّرينها في البداية، وبابدأ إن أنا أجلِّس كده من على الجوانب، بحيث إن تكون معايا ناعمة كده، وأحاول كده طول ما هي الكيكة متسقّعة كويس وجمدانة في الفريزر، مش هتطلّع معايا فتافيت الكيكة يعني اللي طلعت من برّه، وفي نفس الوقت الكريمة هتتفرد معايا بسهولة وهتتماسك عليها على طول. أهم حاجة سقّعيها كويس أوي في الفريزر أو في التلاجة. أفرد زي ما قُلت لكم، أفرد كده عليها الكريمة كده من على الجوانب بالشكل ده، وأنعمها. ما تقدري أنا باعملها الspatula ديّة المعوجة، ممكن بسكينة عادي تفرديها، بspatula اللي هي بنقلّب بيها ديّة برضه عادي، يعني تفرديها بأي حاجة واعملي التزيين اللي يرجع لِك. أنتِ شُفتِ الكيكة وتزيين الكيكة والتكنيك اللي أنا عملته، اتبعيه على أي بقى تصميم أنتِ حاباه. هاحط بقى كده شوية من الكريمة من فوق. التجليس التورتة عمومًا العادي اللي عملناه قبل كده في فيديوهات كتيرة من فيديوهات التورت اللي عملناها مع بعض بالشكل ده. أحاول بقى كده أنعّم السطح من فوق بقى، ده كده التجليس النهائي، الوش النهائي. أحاول كده إن أنا أضبّطه والوش الكيكة يطلع ناعم معايا، وعلشان يطلع ناعم كده وأملس وجميل، باجيب كده مَيّة تكون دافية معايا، وبابدأ إن أنا أحط فيها الspatula وأنعّمها كده، بس أهم حاجة كده أصفّيها كويس جدًا من المَيّة قبل ما أحطها على الكريمة، وبعد كده أنعّم الوش معايا كويس أوي بالشكل ده. بحيث إن الوش يبقى ناعم معايا والجوانب. وبعد كده خلّصتها، شايفين كده حاولت على قد ما أقدر كده أضبّطها. كده أنا التزيين اللي أنا هاعمله يعني يعتبر هيغطي الكلام ده كلّه. فبعد كده نضّفت الboard بتاعتي كويس جدًا وسِبتها في التلاجة كده براحتها تتسقّع كده وتجمد معايا، بحيث إن هي تتماسك، خصوصًا لو الجو حَر، فلازم إن أنتِ تحطيها في التلاجة ما بين خطوة وخطوة. أثناء ما هي بقى في التلاجة باحضّر بقى التزيين اللي أنا هازيّن بيه من فوق. أنا هنا هاحط عليها هازيّنها بالكريمة ألوان كده، فلوّنت كده شوية من الكريمة باللون الbaby blue اللي هو الأزرق الخفيف دوّة. حطيت بس نقطة صغنّنة جدًا من الأزرق، وأخدت كمان شوية من الكريمة وحطيت عليهم نقطة صغيّرة جدًا من اللون الأحمر،
علشان تديني اللون البينك الفاتح دوت واللون البيبي بلو اللي انتوا شايفينه ده. حضرت اللونين دول كده مع بعض وبدأت كده ان انا احطهم كده في كيس حلواني او كيس تلاجة علشان ابدأ ان انا اعمل التكنيك اللي هو اللي احنا هنعمله من تحت ده، اللي هو بحط شوية على السباتيولا من الكريمة وببدأ ان انا اسحبها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دوت. شايفين؟ بسيطة جدًا وحلوة أوي وأي حد يقدر يعملها، يعني سحبة كده بسيطة تقدري تعمليها بالسكينة عادي أو معلقة بضهر المعلقة أو الspatula اللي أنا باستعملها، يعني أي حاجة أي أداة متوفرة عندِك تؤدي الغرض يعني تعمل لنا الغرض اللي إحنا عايزينه. بالشكل ده باحط كده أنا عملتها هنا لو أنتِ حاباها كلها تبقى نفس اللون جنب بعض عادي جدًا، أنا عملتها هنا لون ولون. بالشكل ده واحدة كده بيبي بلو وواحدة بينك، واحدة بيبي بلو وواحدة بينك بتدينا شكل تحفة، وما بين كل واحدة وواحدة طبعًا نتأكد إن إحنا نمسح الspatula علشان اللونين ما يتخلطوش على بعض يعني يدونا في الآخر شكل حلو. ما بين كل واحدة واحدة نمسح الspatula علشان يدينا اللون الحلو، أو تستعملي 2 spatula أو معلقة زي ما قُلت لكم، وبنسحبها كده سحبة لفوق بسيطة وسهلة، وفي نفس الوقت بتدينا شكل محترم في الآخر. بعد كده بقى إيه الكريمة البينك ديّة والبيبي بلو والأبيض بابدأ إن أنا أحطها كده في كيس حلواني، وباستخدم كده شكل النجمة الصغير دوّة، وبابدأ أعمل روزيتات كده أو وردات من الكريمة بشكل عشوائي. أنا اللي هو يعني باعمل كده نُص التورتة بحيث إن هو إيه كأنه عليه ورد، كأن ورود كده من الكريمة. بسيطة وسهلة ومش معقدة خالص، يعني هو قمع واحد بس نوع واحد بس اللي إحنا استعملناه، شكل واحد وهنعمل بيه كل الأشكال. استخدمت هنا اللون الأبيض والبينك والبيبي بلو، طبعًا يعني كلها ألوان كده فواتح وباستيل بتدينا يعني شكل تحفة، هي بتتحدث عن نفسها بجد. أنا هنا رصة كده الألوان أنا باوزعها عشوائي يعني كده في كل مكان كده باحط واحدة وبعد كده بارجع كده إيه أضبطها، دي محتاجة كده مثلًا لون أبيض، هنا بازوّد، محتاجة هنا لون pink، يعني ضبّطيها كده بحيث إن يبقى في تناسق في الألوان وتوزيعة الألوان كلّها كده مع بعضيها. شايفين خلصتها ما شاء الله تحفة، تحفة جدًا، يعني بجد لو عملتوها سهلة وبسيطة. في الآخر بقى كده هابدأ إن أنا لو أنتِ حابة يعني تحطّي عليها شوية من اللولي أو الخرز اللي أنتم شايفينه دوّة، ده كلّه قابل للأكل، بتجيبيه من عند مستلزمات الحلواني أو العطار، بابدأ كده إن أنا أوزّعه كده من فوق كده بشكل برضه عشوائي، أو حابة تحطّي على كل واحدة حاجة ترجع لِك، أنا وزّعته كده بشكل عشوائي بالشكل ده. شايفين؟ بحيث إن هو يكسر كده اللون، تقدري تحطيه دهبي أو silver زي ما أنا حطيته. بعد كده بقى النُص الفاضي دوّة أنا سِبته علشان هاكتب فيه بقى love mom، أو على حسب بقى المناسبة اللي أنتِ عاملاها ليها التورتاية، تقدري بقى تكتبي أي حاجة. أنا هنا دي حروف فحاطاها في قوالب السيليكون، يعني سيّحت شوكولاتة على حمام مائي أو في الميكروويف وحطيتها في قالب السيليكون طلّعتني الحروف ديّة، وبابدأ إن أنا أرصها جنب بعض. حطيتها في القوالب ديّة لو أنتم حابين إن أنتم تشوفوها، اللي هي قوالب السيليكون دي بتاعة الحروف. حطيت عليها الحروف كده، وبدأت إن أنا كده أسيبها إن هي تنشف كده وتمسك نفسها، وطلّعتها من قالب السيليكون، ورصيت الحروف كده جنب بعضيها تكوّني الكلمة اللي أنتِ حاباها، أو على حسب المناسبة اللي أنتِ عاملة ليها التورتاية، وبس كده بتطلع معانا بالشكل والجمال اللي أنتم شايفينه ده. ما خدتش وقت، بسيطة وسهلة وسريعة وتزيينها جميل جدًا، 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 وأي حد يقدر يعمله. شايفين؟ عملناها النهارده بمناسبة عيد الأم، كل سنة وأنتم طيبين وكل أم طيبة. يا رب إن شاء الله الفيديو النهارده يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، ولو محتاجين أي وصفة اكتبوا لي تحت في التعليقات، وشجعوني دايمًا بالاشتراك والتعليقات الإيجابية في الكومنتات علشان أستمر في القناة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وصفة جديدة. باي باي.